أنا ما نحبش نتكلم في مجالك أنت، ولكن بعد معاناتك هذه ذهابك يوميا لوزارة الداخلية ودائما يحكيوا معك ويدخلوك، نتيجة ما قالوه لك في الآخر شنو هي النتيجة اللي خرجت بها؟ شيء ما فهمت. يعني واللي كان يخدم عليا قتلوا لي بالبال، واللي كان قايم بيا قتلوه في الدار، مش حتى في الشارع، قاعد يتفرج في التلفزيون زاد يزيد في البيت. هو اللي يخدم عليا، هو اللي بعث لي في كلية، هو اللي بعث لي في حق الزيارة خدمتين. بعد ما حصلوا عليا كان ورقة قالوا لي ما نمشي خلصها وعمل كسكس يخدم عليا. قديش عندك لهنا؟ اللي سمعت بالاعتصام حاول نهار الاعتصام، سمعت شبي سمعت بيه البارح الاعتصام. شنو طالب انت يا حاج؟ طالبة اللي قتلوا الأهليين، قتل القتل والجي النظام العام وغسلوا لهم هنا بالزية؟ مش بالزي، عاملين لك الريحة بالله. وقت اللي هنا هبط في الشارع مسكوا في السينيتا ضربوا لهم بدق المنطقة نتاعهم المركز حمام. ضربت هنا في الشارع ونسيح وكلهم ملجمات، هو يضربوا فيها بالكرتوس تحت ساقين. واحد منهم قريب يموت بالزي ما هم سيدين. وبعد جاني عاود امل مركز حمام قال لي يا امي برا اشكي، راه مش احنا اللي قتلنا لك ولدك، اللي قتلوا لك ولدك الكاري اللي جت الستة بتاع النظام العام، وهم اللي ضربوا لك ولدك ببق المنطقة. قدمت قضية؟ قدمت قضية. وين وصلت؟ كيما الشهداء الكل خذوا الاقوال وما فينا شيء وما شفنا. انا ولدي زين يزيد ما يقدرش يعيش هنا. 3 سنين انا ولدي ما ريتوش، جا في ديسمبر جاي من ايطاليا. زين يزيد جا في ديسمبر مات نهار الصدام. عندك قعدت في الدار دعمتني يقولوا شيخ تدخل الكرتوشة منها صعب لله. جيت كي نمشي للسبيطار باش ناخذ الدوز نتاع ولدي ما نلقاهش، لا ولا الكرتوش. أنا وسبيطار؟ سبيطار الحرايق نتاع بالنار. عطيوني كان ورقة باش ندفنو كان اللي هو مات بالكرتوش. ما ريتوش ولدك بعد ما مات؟ بعد ما قتلوه ما ريتوش؟ هبطوا انا لوطي نلقوه جيراني. هو بعد ما شفتوش من يجيبوا نكفل معاه. شفت كان جو التصويره بتاعنا كلمه واحده قالها قتلوني. عندك شي رساله للشعب التونسي يتفرج في الفيديو هذا؟ الشعب التونسي يكون متضامن مع الشهداء. ان شاء الله ربي يقويهم عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان التوسلات في جميع الشهداء الكل. ربي يقوى عليهم.